أعزائي طلاب جميع المرحلة الإعدادية على جميع مستوى الجمهورية، أهلا ومرحبا بكم في قناتنا الخطة السرية للدراسات الاجتماعية. معاكم مستر كرولوس سعد. طبعا يا ولاد احنا الحصة اللي فاتت قفلنا عند الحياة الاجتماعية. طيب حلو خالص. بيقول لك بقى كانت الأسرة هي نواة النظام الاجتماعي. يعني إيه النظام الاجتماعي؟ قال لك أصلا لما الأسرة تبقى متعلمة، لما الأسرة يبقى فيها استقرار، لما الأب والأم يبقى عارف حقوقه وواجباته، الأسرة دي هي جزء مصغر من المجتمع. لو الأسرة دي كويسة والأسرة دي كويسة والأسرة دي كويسة والأسرة دي كويسة، إذا المجتمع كله يبقى كويس. إذا الأسرة هي نواة النظام الاجتماعي في بلاد العراق القديم. يبقى كانوا مهتمين إن الأسرة تبقى كويسة، تبقى متعلمة، تبقى عندها مبادئ. حلو خالص. ولكن بقى بص بقى، كان بيقول لك الحياة الاجتماعية، إحنا عارفين إن الحياة الاجتماعية يا أولاد تبقى عاملة زي الهرم. عندك الناس اللي فوق، الطبقة الوسطى، الطبقة الدنيا. طيب بيقول لك كانت متقسمة لعدة طبقات. يبقى المجتمع في بلاد العراق القديم كان منقسم لكام طبقة؟ عدة طبقات. على رأسها الطبقة العليا. يبقى كان فين يا ولاد الطبقة العليا؟ قال لك الطبقة العليا مكونة من الملك ورجال الحكم والكهنة. بيجي لك سؤال في اختر، الكهنة ترتيبهم ايه؟ في الطبقة العليا ولا المتوسطة ولا الدنيا؟ الكهنة العليا. انت كده كده عارف الملك ورجال الحكم في الطبقة العليا، دي انت عارفها. لكن ايه اللي انت ممكن تتلخبط فيها؟ الكهنة هم ايه يا ولاد؟ قال لك ان الكهنة هم منين؟ من الطبقة العليا. طيب الكاتب اللي بيكتب، قال لك الكاتب ده تمتع بمكانه مرموقه، يعني كانوا بيحترموه. الكاتب راح، الكاتب جه، الكاتب راح، الكاتب جه. اذا يا ولاد الكاتب اتمتع بمكانه مرموقه. يبقى يا ولاد تعالى نعيد تاني، الاسره هي كانت نواه النظام الاجتماعي. بيجي لك في اختر او في اكمل، ايه هو اللي كان نواه النظام الاجتماعي؟ النواه الاساس الاسره. طب انقسم المجتمع الى عده طبقات ولا طبقه واحده؟ عده طبقات. طب الطبقه العليا كان فيها مين ومين ومين؟ الملك ورجال الحكم والكهنه. قلت لك ركز على الكهنه. تمتع الكاتب بمكانه اجتماعيه مرموقه. قال لك بص بقى، الحصه اللي فاتت شرحت لك مع نمو المجتمع بدات يبقى يظهر الحاجه الى قوانين. القوانين دي علشان اقدر انظم بيها الحكم. لما حصل توسع في الامبراطوريه ولما المدن بقت كبرت وبقى ان انا بقيت محتاج القوانين. طب هو انا ليه يا مستر محتاج قوانين؟ قال لك يا مستر محتاج القوانين دي علشان انظم العلاقات والتعاملات بين الناس. يبقى بما تفسر ليه انا اكتب هنا، اكتب هنا فوق كده بما تفسر ليه انا عندي حاجه للقوانين. قال لك عندك حاجه للقوانين علشان انظم العلاقات، انظم التعاملات. مش واحد مثلا جه يعني خد مني حاجه فاروح اقتله، لا انا القانون يجيب لي حقي. طيب حد شتم، لا القانون يجيب لي حقي. يبقى هي مش غابه يا ولاد. يبقى ليه كان في عايزين قوانين موجوده لتنظيم العلاقات والتعاملات بين الناس. طيب مين اللي بدأ بالقوانين؟ قلناها الحصه اللي فاتت، الملك اورنمو. طب يا ولاد بدأت القوانين فين؟ في الحضارة السومرية. طب ممكن ما يقولكش كده بقى، ممكن يقولك بدأت القوانين في آني جهة. ده بقى اللي هتلاقيها في فيديو نواتج التعامل. طيب ثم ظهرت بعد ذلك عدة قوانين، منها تشريعات الملك مين؟ حمورابي. واحنا عارفين يا ولاد ان الملك حمورابي من الحضارة البابلية الأولى. طيب يلا نمسك أول ملك. يا ملك أورنمو، قال لك هو أصدر أول قانون مدون في العصر السومري. يبقى مين الملك اللي أصدر أول قانون مدون في العصر السومري؟ قال لك الملك أورنمو. طيب اهتم بثلاث حاجات: تحقيق، حماية، تنظيم. طب تاني، تحقيق، حماية، تنظيم. تحقيق عدالة اجتماعية، تنظيم أو حماية الضعفاء. ثالث حاجة تنظيم المعاملات التجارية. يبقى تحقيق العدالة الاجتماعية، حماية الضعفاء. قال لك يعني ايه تحقيق العدالة الاجتماعية؟ يعني ان انا ما ينفع ما عنديش مثلا ايه الغني يجي على الفقير ولا الفقير يجي على الغني، لا في عدالة اجتماعية، في حماية الضعفاء، الضعيف يقدر ياخد حقه، تنظيم المعاملات التجارية. امال بقى هنا يا ملك يا مستر الملك حمورابي. الملك حمورابي بقى وضع التشريعات. احنا قلنا ان هم 200 حاجة و80 قانون. ولكن هنا بدأ يظهر حقوق للمرأة. اذا يا ولاد
كان في حقوق للمرأة ظهرت في الحضارة البابلية الأولى في عهد الملك حمورابي. يبقى من تشريعات الملك حمورابي بيجي لك كده بقى عشان ما تتلخبطش، لو قال لك عدالة اجتماعية الملك أورنمو. طيب لو قال لك حماية الضعفاء الملك أورنمو. طب لو قال لك احنا قلنا حماية الضعفاء وايه تاني يا ولاد؟ وتنظيم المعاملات التجارية الملك أورنمو. الثلاث حاجات دول الحضارة السومرية. طب لو قال لك ان هي في بقى حقوق للمرأة الحضارة البابلية الأولى أو الملك حمورابي. وكده يا ولاد نكون خلصنا ايه الحياة الاجتماعية. طيب معلش تاني لو هنقولها بسرعة 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 بسرعة. الأسرة هي نواة النظام الاجتماعي. لو قال لك انقسم المجتمع لطبقة واحدة ولا لعدة طبقات، لا يا مستر انقسم إلى عدة طبقات على رأسها الطبقة العليا. الطبقة العليا كان فيها الملك والحكام ورجال الحكم والكهنة. أما الكاتب تميز يا ولاد بمكانة مرموقة. حلو خالص. قال لك مع نمو المجتمع ظهرت حاجه لقوانين. هو احنا ليه يا مستر محتاجين قوانين؟ علشان تنظيم العلاقات والتعاملات بين الناس. لو انت عندك فلوس، طب انت مش عايز تديها لي، القانون هو اللي يجيبها لي. حلو خالص. طيب بدات بقوانين مين؟ في الحضاره السومريه الملك أورنمو. طب الملك أورنمو ثلاث حاجات، او اول ما اقول كده في الحضاره السومريه. ايه هي اللي اهتموا بتحقيق العدل؟ الحضاره السومريه. لو قال لك حمايه الضعفاء الحضاره السومريه. طب لو قال لك يا ولاد تنظيم المعاملات التجاريه الحضاره السومريه. طيب مين الحضاره اللي هي اهتمت بحقوق المراه؟ الحضاره البابليه الاولى يا ولاد. طيب الحاله الاقتصاديه هي فلوس. عايزك تاخد بس نفسك كده ونقول ان الحاله الاقتصاديه هي فلوس. طيب الحاله الاقتصاديه الفلوس بتيجي ازاي بقى؟ قال لك زمان ما كانش في حاجه اسمها فلوس، كان في حاجه اسمها مقايضه. يبقى لما تكتب كده الحياه الاقتصاديه في بلاد العراق القديم، كان اول حاجه ظهرت المقايضه. مستر انا اصلا مش فاهم يعني ايه المقايضه. المقايضه دي يعني انا مثلا بزرع رز كتير وانت حلاق مثلا، فانا عايز احلق، فانا هروح اديلك شويه رز وانت تحلق. طيب انا بقدم لك شرح مفيش فلوس، ومقابل الشرح ده انت مثلا بتزرع رز فتديني رز، بتزرع شعير، بتزرع تين، عندك نخل والنخل فيه بلح يبقى تديني بلح، انت تديني حاجه وانا اديك حاجه. يبقى ما كانش فيه فلوس زمان، كان النظام اللي موجود نظام اسمه نظام المقايضه. انت بتديني حاجه وانا بديك حاجه، انت بتديني نظاره وانا بديك قلم، بتديني كشكول وبديك كتاب. حلو خالص. يبقى اعتمد العراقيون على نظام المقايضه في التبادل التجاري. حلو جدا جدا جدا. ثم استخدموا فيما بعد، قال لك لا ما احنا لازم يبقى فيه بقى عمله. طيب قال لك ايه اللي استخدموها بقى؟ استخدموا من الذهب والفضه. الذهب والفضه، جولد وسيلفر. انا امريكان اكسنت فيري جود. لا بهزر. يبقى يا ولاد تاني استخدموا بعد كده الذهب والفضه. طيب حلو خالص. الحياه الاقتصاديه. اول حاجه لما اقول لك حياه اقتصاديه تفتكر معايا ثلاث حاجات. الزراعه. اصلا لما انا عندي نهر، النهر ده فيه ميه، والميه دي بتزرع زرع، الزرع ده كتر فبقى عندي محاصيل كتير، فقلت طب ما انا هبيع الزايد منها، فبعت، فده حاجه اسمها تجاره. حلو خالص. طيب قال لك الزراعه. قامت حضارات بلاد العراق القديم على الزراعه. طب ليه قامت على الزراعه؟ قال لك لان بقى في نهري دجله والفرات. طب طالما في انهار، الميه العذبه والتربه الخصبه، ميه العذبه والتربه الخصبه. طيب واهتم سكانها بالزراعه من خلال ايه يا ولاد بقى؟ قال لك ايه دليلك ان العراق اهتموا بالزراعه؟ ثانية بس اتاكد من حاجه. تمام يا ولاد. قال لك ايه دليلك ان هم اهتموا بالزراعه؟ اول حاجه اقاموا السدود. يبقى عملوا سد، والسد ده عشان لما يجي فيضان يجي نهر. فاكر السنه اللي فاتت لما قلنا لك اقاموا السدود؟ اذا يا ولاد اقاموا السدود. السد يعني ميه بتيجي كتير وبعد كده تقطع مره واحده. طب اذا السد ينظموا بيه شؤون الزراعه. تاني حاجه يا ولاد طوروا ادوات حرث الارض. يعني ايه يا مستر ادوات حرث الارض؟ ادي دي الارض،
انا علشان قبل ما ازرع لازم اخلي التربه مفتفته كده شويه، مش تبقى تقيله، عشان البذره تبقى جواها تعرف تنمو. يعني الجذور تعرف تجري، يعني انت تعرف تحط رجلك على ارض صلبه ولا ارض فيها رمله. ارض فيها رمله، عشان كده بيحطوا رمله على الارض الطينيه دي، واسمها بيعملوا حرث للارض. حلو خالص. وبذر البذور بيحط البذور في الارض اللي هم حرثوها. حلو خالص. يبقى لما يقول لك دلوقتي حضارات بلاد العراق قامت على الزراعه ليه بما تفسر عشان الميه العذبه والتربه الخصبه. طيب ايه دليلك ان هم اهتموا بالزراعه؟ عملوا حاجتين: اقاموا السدود وتطوير ادوات الحرث الارض وبذر البذور. طيب بيقول لك كمان ان هي تنوعت المحاصيل الزراعيه، يعني ما كانش عندهم محصول واحد، بقى عندهم اكتر من محصول. هو انت بتاكل ايه؟ بتاكل عيش. اساس العيش القمح، تاني حاجه الشعير. يبقى احفظ معايا: بلاد العراق القديمه، بلاد العراق القديمه، بلاد العراق القديمه، قمح وشعير. بلاد العراق القديمه، القمح والشعير، القمح والشعير. تميزوا بيه يا اولاد، القمح والشعير، قمح وشعير، قمح وشعير، قمح وشعير، قمح وشعير. طب تاني: قمح وشعير، قمح وشعير، قمح وشعير. حلو خالص. طيب وعرفوا زراعة النخيل، النخيل، قمح شعير والنخيل، قمح شعير والنخيل، أو قمح وشعير والنخيل. طب قمح شعير والنخيل، طب قمح شعير والنخيل، طب قمح شعير والنخيل، طب قمح شعير والنخيل. مين هم دول؟ بلاد العراق القديم. طيب قال لك كمان يا ولاد تميزوا في الصناعة، استخدموا المعادن. زي ايه يا مستر المعادن دي بقى؟ قال لك زي النحاس، الذهب، الفضة، البرونز. خلي بالك بقى ان احنا لسه قايلين ان الذهب والفضة استخدموهم في عمليات الايه؟ العملات المعدنية بدل المقايضة. طيب استخدموا ايه تاني يا ولاد؟ النحاس والبرونز، نحاس وبرونز، نحاس وبرونز، نحاس وبرونز، نحاس وبرونز، نحاس وبرونز. استخدموهم في الصناعة. طيب ايه هي الحاجات دي؟ استخدموها في ايه؟ هم بيزرعوا، فعايزين حاجات يحرثوا بيها الارض. طيب الادوات دي محتاجين ادوات زراعيه. طب الادوات دي بتتعمل من المعادن. اذا يا ولاد استخدموها في صناعه الادوات الزراعيه والاسلحه. فاكرين لما احنا قلنا كانوا مثلا الحضاره الاشوريه كانت بتحتل؟ لما قلنا الحضاره البابليه عملت امبراطوريه واسعه، فانا لما قلت لك عملت امبراطوريه واسعه اكيد عندها جيش، والجيش لازم يبقى عنده سلاح. يبقى استخدموا الذهب والفضه والنحاس والبرونز في الادوات الزراعيه، وكمان يا اولاد ممكن يستخدموها في الاسلحه. كمان برعوا في صناعه الخزف والادوات المنزليه. يبقى ايه دليلك ان هم اهتموا في الصناعه؟ استخدموا المعادن دي وبرعوا في صناعه الخزف والادوات المنزليه. اخر حاجه في الحياه الاقتصاديه التجاره. قال لك بلاد العراق القديم عملت علاقات تجاريه واسعه مع مين ومين بقى؟ بص بقى: مصر، الهند، فارس، الشام. طب تاني: مصر، الهند، بلاد 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 فارس، الشام. واعتمد العراقيون على المقايضة، وبعد كده استبدلوها واستخدموا النحاس، استخدموا الذهب والفضة في ايه؟ النقود يا ولاد. طيب الحياة الفكرية والحياة العلمية. قال لك ساعد اختراع السومريين للكتابة المسمارية على تدوين الأحداث ونقلها على عبر الأجيال. طيب براحة خالص كده. قال لك هم اكتشفوا أو عملوا الكتابة المسمارية، اخترعوا الكتابة المسمارية. مش حروف، مش أبجدية، مش نطق، ولكن كتابة. الكتابة دي يا ولاد كانت رموز. الكتابة المسمارية يعني أنا بكتب، ملهاش نطق، ملهاش أبجدية. الكتابة المسمارية هي رمز، الرمز ده بيشير إلى حاجة. الرمز ده كان شكله لو كبرنا كده شكله اهو. شايف مثلا الحتة دي اهي؟ شايف الحتة دي؟ شبه راس المسمار. يبقى هي رؤوس تشبه رؤوس المسامير. رموز الرمز ده بيشبه رؤوس المسامير. يبقى الكتابة المسمارية عبارة عن رموز. الرمز ده
شبه راس المسمار. الرمز ده شبه راس المسمار. طيب كانت بتكتب، انا علشان اكتب فانا محتاج قلم. لو انا عشان اكتب دلوقتي فانا محتاج قلم. كانت بتكتب بأداة خشبية مدببة. الأداة دي مصنوعة من الخشب، راسها مدبب، عشان الراس المدبب هو اللي هيكتب الرمز اللي شبه رؤوس المسامير باستخدام أداة خشبية مدببة. الأداة دي بتشبه القلم وبتكتب على ألواح من الطين. الكتابة المسمارية رموز تشبه رؤوس المسامير كانت تكتب باستخدام أداة خشبية مدببة تشبه القلم على ألواح من الطين. طيب الحياة الفكرية والعلمية بيقول لك بقى إن لما السومريين اخترعوا السومريين الكتابة، مش العراق كلها، مش بابل، مش الآشوريين، مش الأكاديين، قلت السومريين. إذا الكتابة المسمارية خرجت من جنوب العراق، من مدينة سومر، من دويلات مستقلة. حلو خالص. قال لك بقى إن العراقيون سابوا لنا إيه يا ولاد؟ زي ورث، سابوا لنا أدب متنوع من الأساطير والقصص والشعر. طيب ده في الأدب، لكن في العلوم، في علم الفلك، قال لك فاكر لما قلنا فوق هم قدسوا قوة الطبيعة؟ يعني لو جينا كده قلنا مثلا في الحياة الدينية هتلاقي هنا قدسوا قوة ايه؟ الطبيعة. طب يا مستر ازاي بقى؟ قال لك في علم الفلك يا ولاد، ركز بقى، رصدوا حركة الكواكب والنجوم. يعني انا دلوقتي راجل عراقي برصد حركة ايه؟ الكواكب، برصد حركة ايه؟ النجوم. يبقى هم يا اولاد في علم الفلك رصدوا حركة الكواكب والنجوم، عملوا تقويم الشمسي والقمري، عملوا تقويم. اصلا لما انا شفت كواكب، لما انا شفت حركة النجوم، شفت الشمس، شفت القمر، فهنعمل تقويم اسمه التقويم الشمسي والقمري. حلو خالص يا اولاد. كمان اهتموا بعلم الحساب، بعلم الهندسة، بعلم الطب. طب علم الهندسة ايه دليلك على كده؟ ان هم اقاموا السدود. ايه دليلك ان هم اهتموا بعلم الهندسة يا مستر؟ اقاموا السدود. اذا من علم الهندسة فاد في الزراعة. حلو خالص. علم الطب كان مهم جدا يا اولاد. طيب معلش حاجة تانية. حلو خالص. هنراجع مراجعة سريعة عن اللي احنا خدناه. الحياة الاجتماعية تاني معلش مع بعض. الحياة الاجتماعية هي نواة النظام الاجتماعي. مجتمع بلاد عراق القديم كان من طبقة واحدة ولا من عدة طبقات؟ كان من عدة طبقات. على رأسها الطبقة العليا. الطبقة العليا كان فيها كم حاجة؟ كان فيها 3 يا أستاذي. يا أستاذي كان فيها أول حاجة الملك ورجال الحكم والكهنة. إذا الكهنة يا أولاد، الكهنة يا أولاد كانوا من الطبقة العليا. طيب تاني حاجة الكاتب تمتع بمكانة مرموقة. مع نمو المجتمع احتاجنا للقوانين. القوانين دي عشان تنظم العلاقات بيني وبين الناس. مين أول ملك حمل قوانين؟ الملك أورنمو. قلنا تحقيق عدالة اجتماعية، قلنا حماية الضعفاء، تنظيم الشؤون التجارية، يبقى ده الملك أورنمو. يبقى الحضارة السومرية. طب لما قال لك ان الملك حمورابي حقوق المرأة، يبقى الحضارة البابلية. الحياة الاقتصادية خدنا زراعة، صناعة، تجارة. طيب خدنا الحياة الفكرية والعلمية. قال لك خدنا في الحياة ان السومريين هم اللي اخترعوا الكتابة المسمارية. طب ليه يا مستر المسمارية؟ لان هي كانت عبارة عن رموز تشبه رؤوس المسامير. طيب تعالى ناخد بقى رقم 6، العمارة والفنون. بلغ الفن في حضارات بلاد العراق القديم درجة عالية من الرقي. هم بس ما كانوش شاطرين في علم الفلك وعلم الحساب وعلم الهندسة والطب، كانوا برضو شاطرين في ان هم يعملوا عمارة وفنون. بلغ الفن الى درجة عالية من الرقي والتنوع، وظهر ذلك في تماثيل، اختام، منحوتات جدارية، بنوا القصور، البوابات، المعابد، الاسوار. كله ده يا ولاد كان من ضمن العمارة والفنون.
طب تاني، العمارة والفنون، حضارات بلاد العراق القديم تميزت بدرجة عالية من الرقي. اصل انت تخش مثلا الشقة عندي تقول ايه ده؟ واو، ايه الجمال ده؟ You are fantastic يا مستر، ذوقك تحفة. قال لك ما برضو هما كان ذوقهم جميل جدا في التماثيل والمنحوتات والأختام الجدارية وبنو القصور والبوابات والمعابد والأسوار. حلو خالص. طيب في فن العمارة، يعني عمارة يعني حاجة بيبني. قال لك بص بقى، هما شيدوا الذكورات. ايه يا مستر الذكورات دي بقى؟ بص بقى يا برنس، ده عبارة عن معبد او عبارة عن هرم مدرج فوقيه معبد. ده هرم مدرج يبنى عليه معبد من الطوب الطيني. على فكرة مهمة قبل الذكورات، احنا لو كان عندنا الهرم، لو احنا كان عندنا المعابد، فدول قال لك انا هدمج الاتنين في بعض، هرم ويبقى عليه معبد ونسميه الذكورات. اذا ليه اهمية دينية، ولكن برضو من ضمن العمارة والفنون. طب على فكرة يا مستر بقى، طالما قلت لي هرم مدرج يبنى عليه فيه معبد، قال لك المعبد ده بقيم فيه الشعائر الدينية. طيب مستر، هو المعبد ده بعمل فيه بس الشعائر الدينية؟ دي معلومة مغلوطة في دماغك. انا كمان لما يبقى اتوج ملك والملك هو اللي يمسك الحكم، هو ده اتوجه فين؟ في الذكورات. طب الذكورات دي يا اولاد كمان بتكون مكان لتلقي العلم. لو انت دلوقتي عايز تاخد معايا درس، بتيجي السنتر. زمان في بلاد العراق القديم يا اولاد، بلاد العراق القديم، شايفين يا اولاد؟ شايفين الحلاوه؟ في بلاد العراق القديم عشان يتلقوا العلم كانوا بيروحوا فين؟ الذكورات. اذا الذكورات يا اولاد كان ليها اهميه دينيه، اهميه سياسيه، واهميه دينيه. طيب حلو خالص. طب في فن النحت، شايف انت ده؟ شايف انت التمثال الجميل ده؟ ده تمثال اسمه الثور المجنح. هو طور ولكن تحس ان هو ليه جناحين. يبقى ده تمثال الثور المجنح في حضارة بلاد العراق القديم يا ولاد. يبقى نحتوا كثير من التماثيل بدقة ومهارة عالية. طيب اخر حاجة خالص بقى وهي مهمة جدا، ايه دليل تواصل الحضاري؟ انا ليه بدرس كله ده بقى؟ عشان اوصل لك معلومه ان كان في تواصل بين مصر والعراق. كان في تواصل بين مصر ومين؟ بحضارات بلاد العراق القديمه. قال لك التواصل الحضاري بين الحضاره المصريه وحضاره بلاد العراق. قال لك ان العلاقات التجاريه بين الحضارتين ساهمت في تعميق التبادل الثقافي بينهما، ومن مظاهر التواصل الحضاري بينهما ما يلي: تأثر المصريون القدماء بحضاره بلاد العراق القديم. يبقى المصريين هم اللي اتأثروا ببلاد العراق. اتأثروا بإيه؟ قال لك احنا في الجيزة لقينا أختام اسطوانية. هي مش عليك الحكاية دي. لقينا أختام اسطوانية، والأختام دي يا ولاد كانت أصلا بتوع العراق. يبقى حيث نقل المصريين عنهم استخدام مين؟ الأختام ونحت الحيوانات المجنحة وعبادة المعبودة عشتار. يبقى خدوا 3 حاجات، خدوا الأختام، خدوا نحت الحيوانات المجنحة، الأختام والحيوانات المجنحة، الأختام والحيوانات المجنحة، وعبادة المعبودة عشتار. يبقى المصريين اتأثروا بحضارة بلاد العراق في 3 حاجات: الأختام ونحت الحيوانات وعبادة المعبودة عشتار. طيب أما هم اتأثروا مننا في إيه يا أولاد؟ قال لك اتأثروا بفكرة تعدد المعبودات. قال لك المصريين القدماء هم اللي كان عندهم فكرة تعدد المعبودات، ان انا مش بعبد اله واحد، انا بعبد اكتر من اله، وهو يقول لك انا بعبد اكتر من اله. يبقى تاثروا بفكره تعدد المعبودات زي والبعث والخلود. واحنا قلنا كان عندهم فكره البعث والخلود، علشان كده الدليل على كده ان هم كانوا بيحطوا الطعام المأكل والمشرب في المقابر بتاعتهم. نقلوا عن المصريين صناعه الخزف وزخارفه. فاكر دي ظهرت فين؟ لو ترجع فوق في الحياه الاقتصاديه هتلاقي في الحياة الاقتصادية في الصناعة استخدموا برع في صناعة الخزف. طيب صناعة الخزف دي العراق خدتها من مصر. العراق حضارة بلاد العراق القديم خدتها من مصر، من المصريين القدماء. طيب احنا كده خدنا ان هم تأثروا بفكرة تعدد المعبودات والبعث والخلود، وتأثروا كمان بصناعة الخزف وزخارفه.
وبناء الذكورات. احنا قلنا احنا المصريين احنا اللي بنينا الهرم، احنا اللي بنينا المعابد. جم بلاد العراق القديم من كتر ما هم بيجوا عندنا واحنا بنروح عندهم، لان كان في تجاره. لو خدت بالك من الدرس اللي فات ان كان في تبادل تجاري. حلو خالص، يبقى بناء الذكورات على شكل الهرم. ده يا ولاد كده بيقول لك ده الهرم المدرج في مصر، ولكن ده احدى الذكورات. ده هرم اهو، ولكن فوق الهرم شايف اهو، ولكن فوق الهرم في معبد. المعبد ده كانوا بيعملوا فيه 3 حاجات. ايه هم يا مستر؟ بيكونوا فيه الشعائر الدينيه، بيتوجوا الملك، وكمان مكان لتلقي العلم. كده يا ولاد نكون خلصنا الحصه الثانيه. تعالى نقعد نحل مع بعض شويه اسئله. طيب جاهز يا وحش؟ جاهز يا مستر؟ يلا. بيقول لك تأسست أول مملكة موحدة ببلاد العراق القديم في عصر الحضارة. بيقول لك اتأسست أول مملكة موحدة. لما أجيب لك سيرة التوحيد يبقى الحضارة الأكادية. يبقى مين؟ الأكاديين. طيب رقم 2، يعد الملك حمورابي من أشهر ملوك الحضارة ايه يا ولاد؟ البابلية الأولى. طب يا مستر هو مين أشهر ملوك الحضارة السومرية؟ الملك أورنمون. طب مين أشهر ملوك الحضارة الأكادية؟ سرجون الأول. أما الآشورية سرجون الثاني. ولما أقول لك سرجون الثاني على طول تفتكر الآشورية، موجودين في الشمال، كانوا مشهورين بالعنف ضد الدول أو ضد المدن اللي احتلوها أو الشعوب اللي احتلوها، فقامت عليهم ثورات متكررة أضعفتهم. حلو خالص يا ولاد. طيب بيقول لك من أشهر ملوك الحضارة الآشورية، واشتهر بإنجازاته الحربية. خلاص ما احنا عارفين خلاص، الملك سرجون الثاني. شفت يا ولاد بقى الطريقة اللي احنا بنحل بيها طريقة مميزة جدا. طيب أولى القوانين، بيقول لك خلي بالك أولى القوانين المدونة بحضارات بلاد العراق القديم التي أصدرها مين؟ قلنا من أولى القوانين الملك أورنمون في الحضارة السومرية يا ولاد. طيب تعالى نكمل. كان نظام الحكم في بلاد العراق القديم حكم ملكي وراثي. الكلام ده صح ولا غلط؟ ايوه، لان الدليل على كده انا بقول الملك سرجون الاول، الملك سرجون الثاني، يبقى الكلام ده صح. طيب بيقول لك امن سكان بلاد العراق القديم بفكره تعدد المعبودات. هم امنوا بيهم صح، ولكن خدوها من عند مين؟ خدوها من عند مصر. بس ايه السؤال تاني؟ امن سكان بلاد العراق القديم بفكره تعدد المعبودات. ايوه كان عندهم تعدد المعبودات. طب رقم 3، كان المجتمع في بلاد العراق القديم يتكون من طبقه واحده. طبقه واحده؟ لا يا مستر، عده طبقات. يبقى غلط. بيتكون من ايه يا ولاد؟ عده طبقات. طب سؤال رقم 4، بيقول لك وضع الملك حمورابي تشريعات. الملك حمورابي حط تشريعات لتنظيم الحياة العامة للمجتمع العراقي القديم. أيوة صح. طيب رقم 5، اقتصر اعتماد العراقيون القدماء على نظام المقايضة. هم استخدموا المقايضة بس ولا فيما بعد استخدموا النقود وكانوا صنعوها من حاجتين، من الذهب والفضة؟ يبقى اقتصر اعتماد العراقيون على نظام المقايضة في التبادل التجاري. غلط، هم ما اقتصروش على كده، هم طوروا واستخدموا النقود من النحاس من الذهب والفضة. طيب سؤال رقم 6، يعد تمثال السور المجنح دليل على براعة فن النحت في حضارة العراق القديمة. صح. طيب بيقول لك وضح مظهر من مظاهر تأثر حضارات بلاد العراق القديم بالحضارة المصرية القديمة. في المجال الاقتصادي أقاموا السدود، في المجال الديني بنوا الذكورات، في مجال العمارة بنوا الذكورات، في المجال الديني تعدد المعبودات. طيب بيقول لك ايه دليلك اهتم سكان حضارات بلاد الرافدين بالزراعة؟ ايه دليلك ان هم اهتموا بالزراعة؟ اقاموا السدود. بس كده يا ولاد؟ لا، عملوا ايه كمان؟ طوروا من ادوات الحرث وايه يا ولاد؟ وبذر البذور. طب قامت حضارة بلاد العراق القديم بعلاقات تجارية مع الحضارات المجاورة. هي فعلا حضارة بلاد العراق القديم عملت علاقات تجارية مع الحضارات المجاورة. صح. طب ايه دليلك؟ هو بيقول لك ايه الدليل؟ مصر، هند، بلاد فارس، بلاد الشام. مصر، الهند، بلاد فارس، بلاد ايه؟ الشام.
طيب بيقول لك سؤال رقم 3، شهدت الحياه الفكريه والعلميه وحضاره بلاد العراق تطور كبير. صح، لان قال لك بص بقى الحته دي بقى، السومريين اخترعوا الكتابه المسماريه واهتموا في علم الفلك، دراسة ايه يا اولاد؟ النجوم والكواكب، ووضعوا التقويم الشمسي والقمري، وبس كده؟ علم الحساب وعلم الهندسة وعلم الطب. طيب بيقول لك ايه هي المقصود بالكتابة المسمارية؟ رموز بتشبه رؤوس المسامير تكتب بأداة ايه؟ مدببة، بأداة مدببة تشبه القلم على ألواح من الطين. كده يا ولاد نكون خلصنا أول حصتين من الدرس بتاعنا. كده فاضل لنا حصة واحدة ندرس فيها الحضارة الفينيقية. اشوفكم على خير. عايزك بقى تقعد دلوقتي تفرم على قد ما تقدر، وكمان ممكن تقعد تحل شويه من صفحه 84 لحد صفحه كام؟ 90. تقعد تحل، لان احنا خدنا تلتين الدرس، خدنا جزء كبير. ممكن تقعد تحل، انا بعد كده هنزل لك فيديو الحل. انا بس عايزك تقعد تحل. بس انت مثلا يعني وانت بتحل هتلاقي الدنيا سهله خالص فوق ما تتخيل. بس كده. اشوفكم على خير يا ولاد، وربنا معاكم وانتوا شاطرين. وطبعا ما تنساش انك تذاكر كويس جدا.